اسطوره روحتك لحارس المنتخب المغربي انا وتشجيعك ليه؟ تربطنا علاقه كبيره طبعا بياسين بونو، وانا قلت قبل كده في كذا لقاء، وانا قلت لك ان هو يعني شخصيه جميله ومحترم وهادي ومركز. انا النهارده اتفرجت عليهم كلهم والله يا ابو خالد، ابو جاسم، اتفرجت عليهم في الملعب النهارده. المنتخب المغربي متغير عن كل السنه. انا بقول لازم اقول كل حاجه، لازم ادي كل حاجه، لازم اشكر الاتحاد المغربي واشكر اللعيبه كلها واشكر الاستاف كله. عقليه اللاعب المغربي متغيره غير منتخب المغرب اللي كنا نعرفه من 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين. التسخين اللي انا شفته النهارده في الملعب واللعيبه نازله بتسخن تحسسك ان منتخب تقيل، مش وصل كده قبل النهائي بالصدفه. لا، في تركيز، في هدف من جواهم ان هم عايزين يعملوا حاجه. اللعبه كلها عايزه تثبت النهارده. طبعا هو بضلك النهارده ان ما ياخدوش الثالث، بس دي حاجه ما تقللش منهم. انا واحد بشكرهم وبتمنى ان يفضل كل المنتخبات العربيه، مش بس المنتخب المغربي، كل المنتخبات العربيه على الوطن العربي تفكر بنفس التفكير ده، بنفس التركيز. لازم كله يشتغل على نفسه، ما ينفعش حد يشتغل وما فيش حد يشتغل. لازم كلها منظومه، كلها لازم تشتغل، كانت من مسؤولين، كانت من مدربين، كانت من لاعيبه، كانت من حتى العمال. محتاجه الترابط اللي انت بتشوف ان اللعيبه بتنزل دي وكله مركز وكله عنده، كل واحد وشه تبص على وشه تحس ان هو وشه بيطلع نار في السلام الوطني. انا اول مره اشوف المنتخب المغربي الا في بطوله كاس العالم كل الاستاف وكل اللعيبه كلها بتقول النشيد الوطني. دي حاجه بتحسب للكابتن وليد وبتحسب لكل المسؤولين في المنظومه. ياسين طبعا من الحراس مرمى اللي انا يعني هتوقع له، مش اتوقع ده، اكيد في يناير ممكن يروح لفريق كبير. ده لو هو ما مشاش يعني حتى في يناير الموسم الجديد او في يناير ممكن يروح لفريق كبير في اوروبا، لان هو يستاهل. حارس مرمى مواصفات حارس دولي، حارس محترف، عارف ايه اللي مطلوب منه. تمرينه النهارده كله تركيزه في الملعب، ما بيبصش لحد، ما بيتكلمش مع حد والله الا بعد ما خلص تسخينه. سلمت عليه. بتمنى طبعا لكل المنتخب المغربي والوطن العربي وكل المنتخبات العربيه بالتوفيق الفتره القادمه ان شاء الله. يا خالد نعطيهم حقهم شوي. انت بتدلني لانك ما تكلمت، صح؟ بتدلني لانك ما تكلمت. لا ما ادليت. تفضل ابو الشوت، تفضل. ما اقدر اقول لك شيء، انت الحين نجم كبير في المغرب ويحبونك يعني. للتاريخ. واسنانك تعبانه بعد، ما اقدر اقول لك شيء. عموما الف مبروك، يعتبر انجاز تاريخي لاول فريق عربي وافريقي. في نقطة مهمة جدا في اللاعب بالفطرة، في اللاعب المغربي، وهذا مهمة جدا عشان واحد يعطيك لتحقيق انجاز او انك تكون منتخب قوي وثقيل تقارع هذه المنتخبات العالمية. بالفطرة اللاعب المغربي مهاري وسريع وبدني. في بعض الدول ممكن يجيك لاعب مهاري لكنه مش سريع مش بدني. المغرب عنده مثلث، وهذا اهم مثلث اللي ينقارع هذا الفرق العالميه، موجود في اي لاعب، بدليل الالعاب القوه في السباقات اللاعبين المغربي دائما يحققوا انجازات. لذلك نحن معطينا التصريح. لو تجي انت تشوف البطولات اللي اشتركت فيها المغرب في كاس العالم فترات زمنيه طويله، كانت دائما تحقق انجازات وفوز. بعضها تعرضت الى ظلم، وبعضها تعرضت للتحكيم، بعضها ما تعرضت الى ما في حظ. بس هذا المنتخب اكتمل وبدت هذا الانطلاقه. انا على ما اعتقد ان المستقبل انه هذا المنتخب المغربي، مش ان كان هذا الجيل او الجيل المستقبل، قادر يقارع. خلاص هو عرف الطريق، لكل بطوله طريقه وتعامل معين، لكن الامكانيات موجوده. يعني لو ذكرنا بعض البلدان الافريقيه او العربيه تجد لاعب عنده مهاري لكنه بدني مش قوي مش سريع. هم ملكوا ما يسمى مثلث كرة القدم اللي تقدر تقارع أكبر منك فرق وقادر تنافسه وتشيل بطولات، بس باقي الاحتراف باقي العمل الآخر. لكنك بالفطرة أنت مولود كذا، وهذا اللي دائما برشح المغرب لعمق فني قوي جدا، لأن بشوف اللاعبين من خط الدفاع إلى رأس الحربة هم سريعين جدا بدون كورة وبكورة. ولذلك هذا منتخب عندما تريد تحقق تدخل تنافس الفرق الأخرى لازم يكون عندك صفات معينة وميزات. أنا أشوف له مستقبل كبير جدا، وبدأ الخطوة الأولى عرف طريق كأس العالم. خلاص اللي أنا بتشرب ما يسمى الثقة في النفس، عندما تكون عندك الثقة النفس مع احتراف مع عمل في المستقبل، أنا أرشحه كأول فريق أفريقي وعربي قادر يشيل كأس العالم.
أنا بالنسبة لي المنتخب المغربي اليوم عمل خطوة مهمة برشا بالنسبة للكرة العربية بصفة عامة، والعرب انه اليوم المنتخب المغربي خلانا نجموا نحلموا، اللي الفرق الوطنيه والعربيه كلها قادره تمشي لبعيد. اليوم المنتخب المغربي اعطانا درس في وقت اللي تخدم بجديه وتكوينك يكون واضح ويكون عندك استراتيجيه واضحه تنجم توصل لاهدافك. ولكن زاد فما حاجه مهمه برشا، اليوم المنتخب المغربي هي بدايه مرحله، حسب اعتقادي انا اليوم المنتخب المغربي يلزموا يرد باله من نفسه، على خاطر المرحله هذه مرحله مهمه برشا، الوصول للقمه حاجه مهمه برشا، لكن لابد اليوم المنتخب المغربي كما البلدان العربيه باش تحاول باش تنافس المنتخب المغربي وباش تحاول تلتحق بالمنتخب المغربي، على خاطر اكدت اليوم المنتخب المغربي انه فما امكانيه نجموا نمشيوا لبعيد، والمنتخبات الاوروبيه ما تفوقنا في حد شيء من ناحيه الفنيات ومن ناحيه الامكانيات البدنيه ما يفوتوناش، لكن اللي كان ناقصنا هو الانضباط وهو ايماننا بنفسنا وقناعاتنا ان قادرين نمشيوا لبعيد. انا نقول حاجه واحده، انه المنتخب المغربي لابد انه يبني على الفريق هذايا باش ينجم يواصل المرحله هذه، خاطر المنتخب المغربي اليوم باش تبدا من المنتخبات اللي هو باش يكون معناتها وجهه للناس الكل، وكل واحد باش يحاول ينتصر عليه، لكن فما مقاومات نتاع فريق ممتاز ينجم يهيمن على الكره في سنوات قادمه. على طاري ما دام انت رجعت حق المنتخب المغربي، وانا بصراحه كنت بركز على النهائي بكره، مش غلط ان احنا نتكلم على اللقطات التحكيميه اللي صارت، انه يقول لك لعيبه المغرب حسوا انه في ظلم تحكيمي، واكيد انه يبي يصعد في المستوى ما يبي ينزل. نقول قد لكم ما قصرتوا ورفعتوا روسنا وروس المغرب والدول الاسلاميه كلها، شاكرين لكم انتم وجماهيركم، وان شاء الله القادم افضل بالنسبه للمغرب. حقيقة هي تجربة المغرب تجربة غنية، يجب أنه يؤخذ منها الإيجابيات الكثيرة اللي حصلت بالبطولة. مثلوا أنفسهم أولا، ومثلوا أفريقيا، ومثلوا العرب بشكل روح نام روح نام بابا، روح نام. بحضر وراك مدرسة ترجعها ابني، ما اقدر والله. هذا ما قلنا داق عليه يبونه. اي شوف دنون روح نام يا دنون روح نام. ساعة اقول له روح نام ما يروح ينام. بس انا عفوا انا مستغرب بشغله يونس، انت تتكلم ابنك ولدك الاخر على يمينك في مساعد الصديق مساعدة ولي امر. يلا بابا روح نام، انت على الهوا بابا، والله انت على الهوا بابا. دوخر صلعتك، انت دوخر صلعتك. يو حضري الفار جاب ورا الاسد، خليه يصرخ عليه وينام بسرعه. يلا نور تفضل. يلا بابا على البيت. والله اللي بعتني يا حضن انت وصلعتك، ودي الولد للبيت خليه ينام عنده مدرسه. ها يونس خلصت؟ يلا اوكي يلا باي. نكمل الحلقه. تنتظر اسامه يدخل، شوف ويا لحظه دخلت اسامه. مع لحظه دخوله زين. تفضل نور. مثل ما قلت لك ابو جاسم، هي تجربه يجب ان يؤخذ منها الايجابيات الكثيره اللي حدثت بالبطوله. مشاركه المغرب، مثلوا العرب بشكل جيد، افريقيا مثلوا انفسهم، قدموا تشكيله وقدموا ايضا مدرب على مستوى عالي، رغم انه تجربته او خبرته كانت قليله. المركز الرابع هو ليس بالهين في بطوله مثل كاس العالم امام فرق كبيره، قدر يتغلب عليها وقدر ينافسها وقدر انه يصير مع الكبار، وهذا شيء ايجابي بالنسبه لكل العرب يعني. وشفت المسانده الكبيره من الجماهير العربيه في كل مكان. المغرب حققوا وخلوا يعني مثل ما نقول احنا يعني خلوا امل كبير انه الكره العربيه لا تزال بخير وقادره على انه تنافس الفرق الكبيره لو هي لها كل شيء، الامور اللوجستيه، الامور الفنيه، الدعم الاعلامي، الامور الكثيره اللي حدثت في البطوله. اعتقد هي تجربه غنيه بالنسبه للمغرب وللعرب، لذلك نقول لهم مبروك على هذا الاداء، على المركز اللي حصلوه. وانا يعني حزين جدا على ما حدث بعد المباراه، لانه المغرب بلاعبي بمدربي بكل الموجودين بالوفد كسبوا احترام الجميع، وكان من المفروض انه تكمل بهذه الطريقه. وانا اقدر اللاعب في باله افكار انه يحصل على المركز الثالث،
وما حدث أعتقد أتمنى يعني يلغى من شريط المشاركة بالنسبة للمغرب. فمبروك للمغرب، أتمنى لهم كل التوفيق بقادم الأيام. احنا اليوم ما نقول هارد لك حق المنتخب المغربي، بالعكس 40 سنة. الف مبروك، لان اقل المتفائلين ما كان يفكر حتى ان احنا نقول نروح على دور 16 او حتى دور الثمانيه كانجاز تاريخي. ان اليوم اتخذ الرابع على العالم شيء مو بسيط، وكنت تنافس تاخذ حتى الثالث. ايضا نبارك لهم على ان الان كل الانديه الاوروبيه عينهم على لاعبين منتخب المغرب. قبل شويه مدرب المغرب وليد الركراكي قال ان انا اليوم تحدثت مع لعيبتي، او حتى في المعسكر يوم امس تحدثت معاهم وقلت لهم احنا لا يمكن ان نكون ملوك العالم قبل ما نكون ملوك قارتنا. فيقول انا هيأت لعيبتي من الان عشان انا اكون بطل افريقيا. فاحنا نبارك حق منتخب المغرب، هذا انجاز وبالعكس ارفعوا راسنا جميعا، انجاز عربي، انجاز افريقي، انجاز عالمي كبير. الله يوفقهم يا رب. جمال. ابو جاسم، احنا نقول مبروك حق منتخب المغرب، الصراحه صار من كبار العالم، يعني مو اي فريق يقدر يوصل الدور الاربعه، قدروا خالد يمثلون الكره العربيه والاسلاميه كلها، يعني الصراحه بافضل تمثيل. الفريق الوحيد العربي اللي قدر يوصل من اول يوم لاخر يوم في البطوله. احنا الصراحه مرتاحين خالد، نشكر الجماهير ونشكر الجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين على اللي قدموه خالد في المده هذه. يعني الصراحه الفريق اللي يقدر يفوز على كندا، يقدر يفوز على بلجيكا، يقدر يفوز على اسبانيا، يقدر يوصل الدور الاربعه بهالمستوى هذا ويقدم مباريات كبيره، يعني يشكرون عليه خالد. احنا الزين فيه ان الكل العرب خالد والامه الاسلاميه وقفت مع هذا الفريق تشجعه من البدايه، لله الحمد، مع الاربع الفرق لين استمر الكل الامه استمرت معاه خالد لا الثالث والرابع. احنا ما نقول لهم هارد على الثالث والرابع انه خسرتوا، لا، نقول لهم مبروك على الانجاز اللي حققتوه، اللي كنا نتمنى قبل اي فريق انه يوصل هذا المركز، ونقول لهم الف الف مبروك ومشكورين على اللي قدمتوه واسعدتونا. خلينا نشوف العين الثالثه لمباراه المغرب وكرواتيا. انا طيب بس قبل كل شيء، بس اسامه بن عبد الله عنده شيء بيقوله في خاطره. قول يا اسامه. المغرب اول شيء مبروكين المركز الرابع على العالم، وهاردك خساره المباراه. لا، اليوم انا فخور بكل صراحه، لا علاقه بمباراه فرنسا. اليوم انا فخور بما حققه المنتخب المغربي، بما حققه وليد الركراكي، بما حققه اللاعبون بكل صراحه. يعني مركز خرافي، ولا زلنا نائمون، لا زلنا فوق السحاب. واظن لما سنعود الى الارض سنعرف قيمه هذا الانجاز بكل صراحه. تظن ما حصل في نهايه المباراه هو تاثير مباراه فرنسا. عاد وصل، انا اظن عاد وصل، خصوصا اللاعب اشرف حكيمي. مباراه اليوم بالنسبه لي كانت مباراه مفتوحه، كان فيها ضغط اكثر من الفريقين، كانت فيها ندية أقل من الفريقين، كان يمكننا نشوف أهداف أكثر، لكن مع كل أسف دائما كانت كرواتيا هي السباقة للتسجيل. وأظن أن المنتخب المغربي كان يستحق على الأقل التعادل والذهاب إلى أشواط إضافية، ولكن تبقى إنجاز رابع عالميا، إنجاز غير مسبوق، وإنجاز يستحقون عليه كل التنويه. أظن أنهم سيستقبلون غدا أو بعد غد من طرف أهل البلاد استقبال رائع. يستحقون، يستاهلون صح.